الشجر ممكن يوصل طوله لفين؟ يلا بينا نكتشف سوا السر ده. ليه يعني الشجر ما بيوصلش للقمر؟ سؤال حلو قوي. تعالوا نشوف ايه اللي بيوقفه. تعالوا نقابل أبطال الطول، أشجار السيكويا. دي أطول شجر في العالم كله. أطول واحدة فيهم وصلت ل 130 متر. متخيلين الرقم؟ ده رقم خرافي. يعني كأننا حطينا 25 أتوبيس مدرسة فوق بعض. بس حتى العملاق ده له نهاية. طيب إيه اللي بيوقفهم؟ عشان نعرف الإجابة لازم نفهم الأول هما بيطولوا ليه أصلاً. ببساطة الشجرة عندها مهمتين: توصل للشمس فوق وتسحب المياه من الأرض تحت. بس الموضوع مش سهل، في قوتين بيحاولوا يوقفوها زي الأشرار في أي قصة. أول عدو هو الجاذبية، طول الوقت بتحاول تشد الشجرة لتحت وما تخليهاش تطلع. والتحدي التاني العطش. أيوة، الشجر بيعطش ومحتاج يشرب مياه زينا بالظبط. طيب بتشرب إزاي؟ عندها أنابيب رفيعة جدا زي الشاليموهات بتسحب بيها المياه لفوق. لما نشرب بشاليمو قصير الموضوع بيكون سهل وبسيط، صح؟ طب تخيلوا الشاليمو ده بطول مبنى عالي جدا، تفتكروا المهمة هتبقى سهلة؟ هيدي بقى المهمة الصعبة اللي الشجرة بتعملها كل يوم، صراع حقيقي ضد الجاذبية. كل ما الشجرة بتطول سحب المياه بيبقى أصعب، والورق اللي فوق يدوب بيوصلوا نقطة، لحد ما في الآخر الورق اللي فوق خالص بيعطش وما بيقدرش يكمل نمو. يبقى كده اللغز اتحل. الشجرة بتقف عشان ببساطة ما بتعرفش تشرب فوق أكتر من كده. بس ده مش معناه إن الشجرة فشلت أو إنها ضعيفة. بالعكس، ده دليل على نظام الطبيعة العبقري والمتوازن. ده مجرد سر واحد من أسرار الطبيعة العظيمة. تفتكروا إيه الأسرار التانية المستخبية؟